المنتخب المغربي صعب المهمة على العرب زي ما تكلمنا. أنا ممكن وصلت لقناعة، أنا كمواطن ليبي قبل ما نكون إعلامي ولا صحفي كنت دائما نقول مصر، المغرب، الجزائر، تونس توصل لكأس العالم، ممكن في بعض الأحيان وحالات قليلة أن هي تتأهل للدور الثاني. لكن اليوم أصبحت نشوف ونعيش في نفس الحالة اللي تعيشها تونس، تعيشها مصر، تعيشها الجزائر وخلينا نقول الدول المجاورة، بالنظر لما قدمه المنتخب المغربي اليوم. خلاص يعني أنا بالنسبة لي أنا ما عادش نشوف في أقل من نقولوا ربع نهائي، ما بيش نقول حتى نص نهائي للمنتخبات العربية. المغرب صعبت علينا المهمة. المغرب صعبت المهمة فعلا. تعرفش علاش؟ ايه خلينا نحكي على تونس، ما عنديش احراج انا باش نحكي على تونس لان انا تونسي. هم البعض وقت اللي روحنا نهار 30 نوفمبر عندها عام اللي روحنا احنا، الناس مازال تلعب واحنا مروحنا. فما شكون قال انسحاب مشرف. الانسحاب مشرف بدا يتاكل. المغرب تعديت للدور 16 بدا ينقص، نحينا الميم، من بعد تعديت للدور ربع النهائي، نحينا الشين، من بعد تعديت للدور نصف النهائي تحت الكل. ولا اللي باش يقول انسحاب مشرف يحشم على روحه. تخرج من الدور الاول وتحكي على انسحاب مشرف. اذا المغرب اليوم وضعت السقف عالي جدا. اولا المغرب خدمت الكره العربيه الافريقيه. ثانيا المغرب اعطت نظره اخرى للكره العربيه الافريقيه. الاحتقار اللي كان عندهم للفرق العربيه الافريقيه اللي تجيك الخمسه فرق كلموا بهم باش يعملوا 32. الفيفا بدات تفكر في زياده عدد المنتخبات. قال لك اليوم انا بعد ما شفت المنتخبات الافريقيه ووصول المغرب انا مفكر في زياده العدد. عادي جدا. اليوم فعلا المغرب وضعتنا في موقف حرج جدا. وضعت المسؤولين العرب على الاتحادات العربيه. تونس والجزائر ومصر على الاقل هذو معناها اللي مستانسين وضعتهم في وضعيه حرجه. صحيح. ردوا بالكم لانه مستانسين. احنا طموحنا اقصى نتعداو للدوره الثانيه. واضح. الدوره الثانيه خليك في المحطه التالي والترين ويمشي. واضح كابتن فتحي.